هاي شاركس، أنا خالد. وأنا ميلا. وإحنا بافو. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارح تانك. هنتكلم عن الحلقة التاسعة من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا بافو، شركة فاشون مصرية متخصصة في صناعة الشنط الجلد. بدأت شغلها من 8 سنين، وبعدين دخلت في الجينز والملابس والأحذية بشكل عام. خالد ومينا قدروا خلال الفترة دي ان هم يوصلوا يعملوا مبيعات في السنة 25 مليون جنيه، والهدف بتاعهم السنة الجاية ان شاء الله ان هم يعملوا 50 مليون جنيه. كانوا جايين والاسك بتاعهم 3 مليون جنيه مقابل 10% من الشركة، يعني مقيمين شركتهم بحوالي 30 مليون جنيه. من اجمل الحاجات اللي بتعجبني في اي شركة لما يكون اسم الشركة مرتبط باستراتيجية الشركة. اسم بافو هو معنى كلمة طاووس باللغة اللاتينية، وهم اختاروا الطاووس لان هو الوانه مش كتيره، ولكن لما بيفرد ريشه بيبقى مبهر وبيشد العين جدا. ودي فكرتهم او اللي هم استراتيجيه اللي واخدينها في الشركه، ان احنا مش هنصنع حاجات ديزاينز ترندي او شكلها مختلف، احنا هنصنع حاجات بيزك شكلها متعارف عليه جدا، ولكن كواليتي عاليه وتشد عينك وتبقى عايز تشتريها. ودي كانت من النقط الكويسه عندهم. وكمان التقييم بتاعهم اللي عارضينه على عكس اغلب الشركات اللي بتقدم منطقي جدا بالنسبه لمبيعاتهم. تقييم 30 مليون ومبيعات في السنه 25 مليون، الرقمين مش بعاد عن بعض خالص. نت بروفيت بيعملوا 17% والجروس بروفيت 50%، كمان ارقام منطقيه قوي بالنسبه للصناعه دي. فكل الحاجات دي كانت مؤشرات كويسه وموجوده في صالحهم في بدايه البيتشنج بتاعهم. النقطتين بقى اللي انا عندي تعليق عليهم فيها او تحفظ، اولا ان هم بيصنعوا لدى الغير، وانتوا عارفين ان انا راجل بتاع الصناعه، فما بحب ان موضوع الصناعه ده يبقى تحت ايدي، الادوات بتاعتي وحاجتي، وما يبقاش رقبتي تحت درس حد. وكمان ما قالش هل هو عنده كذا مورد بياخد من كذا مكان ولا هو واحد بس رقه في ايده. النقطة الثانية انه اغلب الفلوس اللي هو عايزها عشان يدخلها رأس مال عامل. طيب هو محتاج 3 مليون وهو بيبيع ب 25 مليون. الارقام دي سهل جدا تفتح مع الاكاونت، تاخد نوع من انواع القروض او تاخد اوفر درافت اكاونت، يعني دي حلول تانية غير انك تبيع ايكويتي من الشركة. رقم قليل بالنسبة لمبيعاتك. دينا غبور طبعا من الناس المهتمة بالفاشن، يعني يكونها ست وكمان هي شغالة في القطاع ده، قامت وشافت الماتيريال وشافت الديزاين عن قرب وقالت لا طبعا دي حاجات كويسه. حتى محمد فاروق سالها يعني تشتري حاجه زي كده، قلت له اشتريها طبعا واستخدمها واعتمد عليها. فدي كانت حاجه في حقهم. كمان النقطه الكويسه ان هم شايفين ان احنا حاليا لازم نركز في السوق المصري، مش فكره ان انا عايز اصدر وخلاص. في بوتنشال كبير ولسه السوق ضخم، لازم اركز واعمل له ساتسفاكشن الاول وبعدين افكر في مرحله التصدير. النقطه بقى الاخيره اللي قبل ما اتكلم عن العروض بتاعتهم كانت كده زي ما دينا غبور بتقول ميوزك تو ماي اير. لما اتكلموا او اتسالوا ايه اللي بيميزكم بالظبط عن باقي الشركات، فقالوا ان احنا عندنا خدمه عملاء مميزه جدا، وكل عميل بيشتري مننا بنكلمه وناخد منه فيدباك. انا بعتبر دي يعني كي اوف سكسس. وقلت لكم قبل كده الناس في مصر للاسف جعانه كاستمر كير، يعني خدمه العملاء في مصر مش قد كده، فان حد يلعب على النقطه دي بيديله ايدج حلو قوي عن بقيه الشركات. دينا غبور كانت اول حد يديهم اوفر على طول، قالت لهم هديكم 3 مليون اللي انتوا عايزينه مقابل 35% من الشركه، يعني تقريبا تقييم حوالي 8 مليون. في وجهه نظري ده كان تقييم قليل، لان اوريدي التقييم بتاعهم تقييم منطقي ومتوافق مع الارقام بتاعتهم، فما اعرفش هي نزلت التقييم بتاعهم للرقم ده ليه. بعدها دخل ياسين منصور، بصراحة راجل فير جدا، قال لهم أنا ما عنديش مشكلة مع التقييم بتاعكم، أنا شايفه مظبوط، ولكن أنا ما بخشش ب10%، أنا هدخل ياخد 40% واديكم 12 مليون جنيه عشان يبقى حافظ على الفاليويشن بتاعهم، وخد في الآخر النسبة اللي هو عايزها. أيمن عباس حاول ياخد الأوفر منه، فقال لهم لا أنا هديكم 3 مليون زي ما هم ومقابل 20% من الشركة، يعني تقييم أعلى من بتاع دينا غبور حوالي 15 مليون جنيه. دينا غبور عشان عايزه الشركه دي وعارفه هي هتوديها فين، قررت تحسن من الاوفر بتاعها وتخليه زي ايمن عباس 3 مليون مقابل 20% من الشركه، يعني تقييم 15 مليون. خرجوا استشاروا الناس وفكروا في الكلام ورجعوا اختاروا دينا غبور. وفي وجهه نظري ده فعلا احسن عرض، لان دينا عارفه هتوديهم فين وتقييم مناسب، مش زي طبعا بتاع منصور، ولكن دينا بالنسبه لهم اقوى من منصور وهيكونوا باعوا 20% من الشركه بس.